أهلا بكل حبايبي المتابعين. كتير مننا يا جماعة ما بيحبش الجبنة القريش، ومننا كتير بياكلوها وهم عاصرين على نفسهم ليمونة. أنا دلوقتي عاملة معاكي 3 أنواع من الجبنة القريش، طبعا في أنواع كتير منها بس دول أطعم وأحلى 3 أنواع. معانا النوع الأولاني بالفلفل المشوي، بالفلفل والثوم المشوي، حاجة كده خطيرة وكريمي، تنفع سندوتشات وتحفة. والنوع التاني ده بزيت الزيتون والأعشاب وحبة البركة، حاجة برضو كده خطيرة يا جماعة. دي بقى ريحتها فظيعة وكريمي خالص، ينفع تتعمل حتى سندوتشات لولادنا في المدرسة على توست بقى فينو، اللي يريحك. شايفين جمالها وريحتها تحفة. وعندي هنا النوع التالت وانا بفضله وبعشقه جدا، دي جبنة برضو بالزبدة والبيض، تحفة تحفة تحفة. انا عن نفسي بحبها وممكن كتير مننا يعرفها. يلا بقى بينا نشوف الانواع الحلوة دي عملناها ازاي. معايا اول نوع هنا بالفلفل والثوم، 3 فصوص ثوم وفلفل رومي احمر، شوية ملح، شوية زعتر، ومعلقة زيت، وشوية فلفل اسمر، وهدخلهم على الفرن يتشوي. وحاطه نص قرن كده حامي، مش عايزه خلاص شيليه، بس بيديها تيست وطعم حلو جدا. بعد ما الكلام ده اتشوى هاخده كده احطه في الكبه بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، واحط معاه قرص من الجبن. طبعا عايزه تزودي الكميه دي براحتك خالص. هضربهم ضربتين 3 كده لحد ما القوام يبقى كريمي خالص اهو زي ما انتم شايفين. خلاص كده هحطها بقى في طبق التقديم بتاعنا. الفلفل والثوم مخليين ريحتها خطيره. نيجي للنوع التاني، حطيت قرص من الجبنة، كوباية زبادي، شوية نعناع، شوية زعتر، شوية روزماري، شوية ملح وفلفل صغيرين قوي، ومعلقة من حبة البركة. اضرب الكلام ده كله كويس. خلاص خلص. ده ريحته خطيرة. فضيه في الطبق بتاعي واظبطه كده معلقتين 3 زيت زيتون، وهحط برضو عليه كده شوية من حبة البركة، مغذية وحلوة جدا اهو. ده الطبق التاني، وشوية زعتر برضو. الزعتر مع القريش حاجة كده يا جماعة خطيرة. نيجي للنوع التالت، معلقة زبدة صغيرة، هحط عليها بضاية، هاخدها بقى كده على النار، هفضل اقلب فيها لحد ما البيض بتاعي يستوي كده. هنزل عليه ب... بالجبنة القريش بتاعتي، ههرسها بقى بالشوكة هرس كويس جدا. دي انا عايزاها ايه، مفتفتة كده او مفرفرة كده. شوية فلفل اسمر وخلاص خلصت، وهنزل بيها في طبق التقديم بتاعنا. شوية فلفل اسمر زيادة، بحب عليها الفلفل الاسمر جدا. وظبطي الملح بتاعك. ادي تالت نوع. 3 انواع احلى من بعض. طبعا مش هتاكليهم كلهم ال3 مع بعض، هحتفظ بيهم كده في علب واحطهم في التلاجة، ووقت ما انا عايزة اطلعهم واكل منهم يقعدوا معاكي بتاع اسبوع. حاجة كده يا جماعة خطيرة ومغذية وحلوة جدا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولايك وشير. باي باي.